حكايتنا النهاردة بتتكلم عن البطل نايكي اللي بينتقل للمرحلة الثانوية وبتستدعي مدرسة قمة الأمل علشان يكون طالب من الطلبة المتفوقين فيها، ولكن بمجرد دخول نايكي للمدرسة بتتشقلب حياته رأسا على عقب. بيكتشف نايكي إنه اتورط في لعبة واتحبس جوه المدرسة مع مجموعة من الطلبة المتفوقين، وعلشان يقدروا يخرجوا من المدرسة دي مطلوب منهم قتل واحد من زمايلهم، وبتستمر اللعبة على هذا الحال لحد ما بيخسر الطلبة معظم زمايلهم وبيكتشفوا إنهم وقعوا جوه لغز كبير، وعشان يقدروا يخرجوا منه كان لازم يتعاونوا سوا ويحلوا كل الألغاز اللي أمل واليأس، أمل الطلبة في الخروج ويأس العقل المدبر اللي فرض عليهم اللعبة دي. فيا ترى مين اللي هيفوز في النهاية، الأمل ولا اليأس؟ ده اللي هنعرفه في قصتنا النهاردة. فقبل ما نبدأ قصتنا لا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى اللايك والشير والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا نستمر. ويلا بينا نبدأ قصتنا. بتبدأ الحكاية مع نايكي طالب داخل المرحلة الثانوية، بيجيله رسالة بأن مدرسة قمة الأمل الثانوية بتدعي إنه ينضم لمدرستهم اللي محدش بيدخلها غير الطلبة المتفوقين. بيستغرب نايكي وبيقول لنفسه المدرسة دي ما بيدخلهاش غير الشاطرين بس، يا ترى هقعد اتعامل معاهم ولا انا هاجي هنا بالحظ؟ وبيستعد نايكي للذهاب للمدرسة، وفعلا بيدخل المدرسة وبيخطو أول خطوة فيها، ويا ريته ما أخدها لأن ده كان بداية الظلام في حياته. بمجرد دخوله للمدرسة بيفقد نايكي الوعي وما بيكونش عارف فيه إيه بالظبط، وأول ما بيفوق نايكي بيلاقي نفسه جوه فصل جدرانه من الفولاذ. بيتلفت نايكي حواليه وبيشوف رسالة مكتوب له فيها احنا بنرحب بيك في مدرستنا، تعال على الملعب. وبيطلع نايكي من الفصل وبيروح فعلا على الملعب، وبمجرد وصوله هناك بيلاقي كل زمايله واقفين مستنيينه، وبيشوف نايكي ان عدد الطلاب في المدرسة دي ما يزيدش عن 15 طالب، وهم ياسو هيرو ده محارب، ويامادا اللي بيكون صانع مجلات، وايشي مارو متميز، وينوشيما عارضة ازياء، وكوجي ساكي مبرمجة، وليستي لاعبة، ويادا راكب العجلات، وايون لاعب البيسبول، واساهينا السباحة، وسافورا المقاتلة، واوكاوا قارئة الكتب، وتوشاني من النبلاء، يوكو واللي مش معروف عنها حاجة، واخرهم زينو المغنية واللي كانت زميلة نايكي في الاعدادية، واللي اول ما شافته قالت له انت فاكرني؟ بيرد عليها نايكي وبيقول لها ايوه فاكرك. فزينو بتقول له احنا درسنا قبل كده 3 سنين مع بعض ورجعنا اتقابلنا تاني في مدرسة الثانوي. بيتدخل توجاني في الحوار وبيقول لهم لازم نعرف مين المسؤول عن المدرسة هنا. اينو عارضة الازياء بتقول لهم انا مش لاقيه تليفوني يا جماعة، وبيكتشف كل الطلبة ان تليفوناتهم مفقودة ومش معاهم، وان في حد خدها منهم كلهم. بيطلع ياسو المحارب كرة كريستالية وبيقول لكل زمايله انا هعرف لكم مين اللي خد الموبايلات بتاعتنا. فايون بيقول له الكرة دي حساباتها دقيقة يعني، فياسو بتقول له بنسبة 30% بتكون صح. وبعد شوية بيطلع لهم الدب مونو وبيقول لهم انا مدير المدرسة دي، فالكل بيستغرب ازاي دب هيبقى مدير للمدرسة. بيرحب بيهم الدب مونو وبيقول لهم اهلا بيكم في مدرسة الامل، انتم امل العالم ده، وعلشان احميكم قررت انكم تعيشوا معايا في المدرسة دي. بيستغرب كل الطلبة كلام الدب وبيقولوا له يعني ايه هنعيش هنا دي؟ فالدب بيقول لهم هتعيشوا معايا هنا للابد. فبيستغربوا اكتر وبيقولوا له ازاي هنعيش للابد يعني؟ بيرد عليهم الدب وبيقول لهم ما تخافوش عندنا ميزانية كبيرة تكفيكم للابد. فنايكي سأله انت ليه عامل جدران المدرسة من الفولاذ؟ بيرد الدب وبيقول له علشان ما حدش يهرب، ولو صرختوا من هنا للصبح ما حدش هيسمعكم. ليستيا بتقول له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو في حد بيعيش طول عمره في المدرسة؟ فالدب بيقولوا له اللي عايز يخرج من هنا لازم ينفذ القاعدة بتاعتي، وبعدها بينط في الجو وبيقول لهم الطلاب اللي هيقدروا يقتلوا واحد منكم هم بس اللي هيقدروا يخرجوا من هنا، وما تفرقش معايا طريقة القتل ايا كانت هي ايه. وبيضحك جامد وبيقول لهم انا مبسوط قوي من اللي بيحصل ده. بيتخانق مع الطلبة وبيقولوا له انت مجنون ليه يعني نقتل بعض؟ انت لازم تخرجنا من هنا دلوقتي حالا. الدب بيقول لهم ما فيش الكلام ده، المدرسة دي هي بيتكم الجديد اللي تقدروا تعيشوا فيه براحتكم وتعملوا كل اللي انتم عايزينه. بيتخانق معاه يادا وبيقول له يعني ايه نقتل بعض دي؟ اكيد انت بتهزر. وبيمسكوا يادا بقوة وبيقول له انا هدغدغك حالا. الدب مونو بيقول له انت كده بتخترق قواعد المدرسة ولازم تتعاقب. وبتحمر عين الدب جامد وبيفضل يطلع اصوات، فبتزعق يوكو ليادا وبتقول له ارميه بعيد حالا. فبيحدفوا يادا بعيد وبينفجر الدب. بيستغرب الكل اللي حصل وبيسالوا بعضهم هو كده مات؟ لكن الدب بيظهر لهم تاني وبيقول ليادا انا هسامحك علشان ما كنتش تعرف، لكن اللي هيخالف قوانين المدرسة تاني هيكون عقابه شديد جدا، وانا اتمنى ليكم حياة بائسة في المدرسة دي. وبيسيبهم وبيمشي. بيقف الكل مصدومين ومرعوبين ومش مستوعبين ايه اللي بيحصل معاهم. فليستي بتقول لهم جماعة احنا لازم نهدى ونفكر كويس، الدب ده قال ان الطريقة الوحيدة للخروج اننا نقتل حد مننا. فايشي بيقول ده اكيد بيهزر، فكوجي بتنهار في العياط، ونايكي بيقول لنفسه المدرسة دي مش مدرسة امل، دي مدرسة يأس. وبكده تبتدي حكايتهم جوه المدرسة. اول حاجة بيفكر فيها الطلبة علشان يخرجوا هي الهروب. فسافورا حاولت تضرب الجدران لكن من غير اي فايدة لانها مصنوعة من الفولاذ. اما نايكي فبيفتح موبايله بيلاقي ان هم عاملين دفتر الكتروني فيه كل بياناتهم، والتليفونات دي توزعت عليهم بدل تليفوناتهم اللي اتاخدت منهم. وبعد كتير من محاولات الطلبة للهروب بيتكلم يادا
يادا وبيقول بيأس مفيش ولا طريقه نقدر نهرب بيها من هنا. ايشي بتقول ما تفقدوش الامل، لازم ندور كلنا على طريقه للخروج. فتوجاني بتقول انا هدور لوحدي. فبيتخضوا كلهم وبيقولوا له ليه بتدور لوحدك؟ بيردوا بيقول لهم علشان غالبا في حد مننا بدأ يفكر في القتل وانا مش ضامنكم. بيوقفوا يادا وبيقول له انت مش هتروح لوحدك في حته. توجاني بيقول له ابعد عن طريقي. فيادا بيقول له بغضب انت شكلك عايز تتضرب دلوقتي. بيتدخل نايكي وبيحاولوا انه يمنع الخناق اللي بينهم. فبيتعصب يادا وبيضرب نايكي في مناخيره بالغلط. بيفقد نايكي الوعي وبيغمى عليه، واول ما بيفتح عينه بيلاقي زينو زميله الاعدادي جنبه. بيقوم نايكي مفزوع وبيقول لها احنا فين دلوقتي؟ بترد عليه زينو بتقول له اهدى بس، احنا في الاوضه بتاعتك، شلناك بعد ما اغمى عليك وحطيناك هنا في اوضتك. فنايكي بيقول لها طب وفين باقي الناس؟ فزينو بتقول له راحوا يدوروا على اي مخرج علشان نهرب منه. بيشكرها نايكي على مساعدتها ليه، لكنها بتقول له ان هي مبسوطه لان في حد تعرفه من زمان معاها في المدرسه دي. بيقوم نايكي من على السرير وبيقول لها انا لازم ادور انا كمان على مخرج. زينو بتقول له ماشي وانا كمان هساعدك. بعد شويه بنشوف الطلبه موجودين في مطعم المدرسه علشان ياكلوا وبيتجمعوا كلهم على السفره. فليستي بتقول له بما اننا كلنا هنا فده معناه ان مفيش حد مننا اتقتل. بيتعصب ايشي وبيقول احنا لازم نعمل اجتماع حالا وكله يقول وصل لايه. يادا بيقول انا عن نفسي حاولت ادمر المخرج لكن مفيش فايده. اما سافرا واساهينا لقوا ان المدرسه فيها دور تاني لكنه كان مسدود. يامادا بيقول بصراحه السراير اللي موجوده هنا مريحه جدا لكن في كاميرات في كل مكان. فكوجي بتقول له الثلاجه مليانه اكل علشان كده مفيش داعي تقلقوا. فاوكاوا بتقول كل الكلام ده تضييع وقت ومالوش لازمه. فليستي بتقول لهم لا مش تضييع وقت، على الاقل كلنا دلوقتي اتاكدنا ان مفيش مخرج من هنا. بتصرخ اوكاوا وهي خايفه ومرعوبه بعد الكلام ده. فتوجاني بيقول زي ما الدب مونو قال لكم مفيش خروج من هنا غير لما نقتل واحد مننا. بيزعقوا كلهم وبيقولوا مش هينفع. فليستي بتقول يبقى ما قدامناش حل غير اننا نتاقلم على الوضع ده ونعيش هنا للابد. بيتضايق الكل وبيقعدوا يفكروا كلهم في حلول للمصيبه اللي هم واقعين فيها دي. ليستي بتقول لهم بصوا يا جماعه انا عندي عرض حلو ليكم. المفروض ان قواعد المدرسه بتقول ان التوقيت الليلي بيبدا من الساعه 10 بالليل للساعه 7 الصبح، فاحنا نضيف قاعده لينا ونلتزم بيها كلنا. بيسالها زمايلها ايه هي القاعده دي؟ بترد وبتقول لهم في الفتره دي محدش يخرج بره اوضته خالص. بيسالوها باستغراب ليه؟ بترد وبتقول لهم لاننا من غير القاعده دي مش هنعرف ننام من الخوف بالليل، لاننا هنكون خايفين ان حد يقتلنا. لكن زي ما انتم عارفين القاعده دي ما اقدرش اجبركم عليها ولازم تكون بالاتفاق بينا. وفي اليوم التالي قعدوا يدوروا على اي مخرج يوصلوا بيه لبر المدرسه لكنهم ما لاقوش. وفي اليوم اللي بعده برضه ما لاقوش اي سبيل للهروب. بعدها اتجمعوا تاني في المطعم وكوجي قعدت تعيط وتقول كده مفيش مكان للخروج، لكن اساهينا بتطمنها وبتقول لها ما تخافيش الشرطه هتيجي تنقذنا. لكن الدب مونو بيظهر لهم فجاه وبيقول لهم مفيش شرطه هتيجي تخرجكم من هنا، لو عايزين تخرجوا يبقى لازم تقتلوا حد منكم. وبيكمل وبيقول انا حاسس بملل قوي، انا هخلي حد منكم يقتل التاني دلوقتي. بيتعصب عليه نايكي وبيقول له مش هتقدر تعمل حاجه زي دي. فمونو بيقول له خلينا نشوف، انا سبت لكم هديه في اوضه العرض روحوا شوفوها. واول ما بيروحوا بيلاقوا الدب سايب لكل واحد فيهم اسطوانه مكتوب عليها اساميهم. بيشغل نايكي الاسطوانه بتاعته وبيشوف فيديو لعيلته وامه وابوه واخته وهم بيسلموا عليه. وفجاه مره واحده الفيديو قطع وبيعرف ان اهله ماتوا. بيتصدم نايكي وفي نفس الوقت اللي بيشوف فيه كل طالب اللي موجود على الاسطوانه بتاعته بيتصدموا وبيصرخوا. بيجري نايكي من المكان وهو بيصرخ وبيقول انا لازم اخرج من هنا حالا، لازم اشوف اهلي واطمن عليهم. لكن اللي بيوقفه زينو اللي بتصرخ جامد وبتجري لبره وهي بتقول انا لازم اخرج من هنا، وبتقع على الارض وهي بتعيط ومنهاره. بيظهر الدب في شاشه العرض وبيقول لهم انا عايزكم تقتلوا حد. بتقوم زينو من على الارض وهي بتصرخ وبتطلع بره الاوضه. بيخرج نايكي وراها وبيهديها وبيقول لها انهم اكيد باذن الله هيخرجوا من المدرسه دي من غير ما حد يموت. لكن زينو بتعيط وبتقول له انت بتكذب عليا. لكن نايكي بيوعدها انه يخرجها وبتنهار زينو في العياط. بيقف كل الطلبه وهم مصدومين ومش عارفين يعملوا ايه. اما الدب مونو فبيكون مبسوط وبيضحك على اخره من اللي بيحصل. في الليل بيروح كل واحد منهم على اوضته ونايكي قاعد يلتفت في الاوضه. فلقى كاميرا محطوطه في اوضته، ولما بيبص على باب الحمام لقى ورقه متعلقه على الباب بتقول ان الميه بتتقطع بالليل وان اوض البنات هي بس اللي حماماتها ممكن تتقفل لكن اوض الولاد ما بتتقفلش. وفي اخر الرساله مكتوب لنايكي انا سايب لك هدايا في اوضتك ابقى بص عليها. لكن زينو بتعيط وبتقول له انت بتكذب عليا. لكن نايكي بيوعدها انه يخرجها وبتنهار زينو في العياط. بيقف كل الطلبه وهم مصدومين ومش عارفين يعملوا ايه. اما الدب مونو فبيكون مبسوط وبيضحك على اخره من اللي بيحصل. فبيفتح نايكي الدرج بيلاقي فيه ادوات تصليح. بص في الدرج اللي جنبه لقى فيه سيف. فنايكي بيقول له اكيد عايزنا نستخدمها كسلاح. وبيفكر نايكي انه يدخل الحمام قبل ما الميه تقطع. ولما بيروح علشان يفتح باب الحمام بيلاقي انه مش راضي يفتح. فجاه بيظهر له الدب مونو في وشه. بيتخض نايكي وبيساله انت دخلت هنا ازاي؟ مونو بيقول له انت اللي مهمل لانك كنت سايب الباب مفتوح، لازم بعد كده تقفل باب اوضتك كويس. فنايكي بيقول له انت جاي هنا ليه اصلا؟ فمونو بيقول له انا جيت علشان اعرفك على حاجه مهمه. باب الحمام بتاع اوضتك للاسف هو الباب الوحيد اللي المقبض بتاعه فيه مشكله، علشان تفتحه لازم تلف المقبض وبعدها ترفعه لفوق علشان يفتح معاك. انا كده عملت اللي عليا، مع السلامه. وقبل ما يمشي مونو بيقول لنايكي ما تنساش لازم تقفل باب اوضتك بالليل قبل ما تنام. وفعلا بمجرد ما بيمشي مونو بيجري نايكي على باب الاوضه وبيقفله كويس وبيقول
بيقول لنفسه انا هفضل عايش كده لحد امتى. فجأة بيسمع نايكي حد بيخبط على باب اوضته، فبيتخض وبيسأل مين بره. فبترد زينو بتقول له انا زينو. بيفتح لها نايكي الباب وبتدخل وهي خايفه وبترتعش. ولما بيسألها نايكي عن سبب زيارتها ليه بتقول له زينو انا خايفه قوي، في حاجات غريبه بتحصل في اوضتي. انا مره واحده لقيت الباب بيتفتح وحسيت ان في حد بيحاول يفتح الباب عليا، ولما رحت علشان اشوف في ايه ما لقيتش حد واقف على الباب. انا مرعوبه لحسن يكون في حد عايز يقتلني. نايكي بيقول لها لا ما تخافيش، احنا اتفقنا كلنا ان ما حدش هيخرج من اوضته بالليل. زينو بتقول له ده كان مجرد اتفاق شفوي وممكن اي حد يخون الاتفاق عادي. فبيعرض عليها نايكي انها تقعد في اوضته، فبتوافق زينو وبتطلب منه انهم يبدلوا الاوضه بتاعتهم، يعني هو يقعد في اوضتها وهي تقعد في اوضته. فبيوافق نايكي وقبل ما يمشي بيقول لها انا لازم اعرفك تفتحي باب الحمام ازاي، لان المقبض عندي مش شغال زي باقي الاوض. وبيعرفها نايكي طريقه فتح باب الحمام وبيقول لها مهما حصل ما تفتحيش باب اوضتك لحد. فبتوعده زينو انها ما تفتحش الباب لاي حد حتى لو كان هو نايكي نفسه. وبيروح نايكي فعلا لاوضه زينو وبيشوف ان اوضتها زي اوضته بالظبط. اما زينو بقى فكانت قاعده على المكتب بتفكر في حاجه. في اليوم التالي اول ما جت الساعه 7 الصبح بينده مونو على كل الطلبه في المايك وبيطلب منهم انهم يصحوا. بيقوم نايكي من سريره وبيخرج من اوضته وهو بيقول احنا اتفقنا كلنا اننا نفطر سوا كل يوم الصبح علشان نتاكد ان محدش مننا اتقتل. وبيروح نايكي على المطعم علشان يشوف مين اللي جه. فبيلاقي ان كل الطلبه صحيوا وجم يفطروا الا اتنين هما زينو وتوجاني. بيقعد كل الطلبه مستنيين زينو وتوجاني وهما قلقانين لحد ما بيجي توجاني. ولما بيسالوه انت شفت زينو قال لهم وانا هشوفها فين يعني، انا جيت من اوضتي على هنا على طول. اساهينا بتقول يمكن تكون تعبانه ولا حاجه يا جماعه، لكن نايكي هو اكتر حد اتخض وبيقول لهم انا لازم اروح اشوفها. وطلع جري على اوضته ونده عليها لكنه بيلاقي الباب مفتوح. بيدخل نايكي للاوضه ولكن مش بيلاقي فيها حد والارض مليانه خرابيش والدنيا مكركبه. فبيقف نايكي مصدوم وهو مش فاهم ايه اللي حصل. ولما بيبص على الحمام بيلاقي المقبض مكسور. واول ما فتح الباب اتصعق لانه لقى زينو مقتوله بالسكينه والدم حواليها في كل مكان. بيصرخ نايكي باعلى صوته وبيقع فاقد الوعي. واول ما بيصحى بيلاقي زمايله حواليه ولما بيسالهم انا فين بيقولوا له انت اغمى عليك وجبناك هنا. بيتنفض نايكي من مكانه وهو بيقول هي فين زينو. بيرد التوجاني وبيقول له ماتت. بيجري نايكي علشان يشوف ايه اللي حصل لها لكن اينو بتوقفه وبتقول له اهدى. بيزقها نايكي وبيقول لها انا لازم اشوفها بنفسي. توجاني بيقول له ما تتعبش نفسك انا اتاكدت انها ماتت خلاص. فنايكي بيقول له بغضب طب احنا ليه ما خرجناش وليه لسه موجودين في الملعب لحد دلوقتي. فبيقول له ان الدب مونو هو اللي قال لهم يتجمعوا في الملعب. بيزيد غضب نايكي وبيقول لهم ان اكيد الدب مونو هو اللي قتل زينو. في اللحظه دي بيظهر مونو بيقول انه مستحيل يعمل كده وان اللي قتلها واحد من الطلبه. بيبص كل الطلبه على بعض بنظرات شك واتهام. الدب بيقول في واحد منكم قتلها علشان يخرج من المدرسه. فايشي بتقول مين الحقير اللي عمل كده وقتلها. فاوكاوا بتقول محدش هيعترف. توجاني بيسال الدب هو القاتل كده هيخرج من المدرسه. فبيرد الدب وهو بيضحك وبيقول لهم انا لازم اشرح لكم الموضوع كله. علشان تخرج من هنا لازم تقتل حد من غير ما الباقي يكتشف انك انت القاتل. وعلشان كده بعد ما الجريمه هتحصل هنعمل جلسه محاكمه علشان تتناقشوا مين القاتل. ولو قدرتم تعرفوا مين القاتل ساعتها القاتل هيتمسك ويتعاقب. ولكن لو ما قدرتوش تعرفوا كلكم هتتعاقبوا والقاتل هو اللي هيقدر يخرج من المدرسه. يامادا بيقول له تقصد ايه باننا هنتعاقب؟ فالدب بيقول له الاعدام باي طريقه انا هكررها. بيتخض كل الطلبه وبيترعبوا لما بيسمعوا الكلام ده. وبيقول له ايش يعني كده كلنا هنتعاقب لو ما عرفناش القاتل صح؟ فالدب بيقول له برافو عليك هو كده بالظبط. فعينه شيما بيقول بغضب ايه السخافه دي، انا مش هشارك في سخافاتك. فبيقرب الدب منها وبيقول لها هتشاركي غصب عنك ومش هتخرجي من هنا غير لما تنفذي اللي بقول لك عليه. بتزقه اينو على الارض وبتوقعه وبتدوس عليه برجليها. فالدب بيقول اظن اني نبهتكم قبل كده ان التجرؤ عليه ممنوع. ومره واحده السهام خرمت جسمها من كل اتجاه ووقعت على الارض ميته في وسط نظرات صدمه وذهول ورعب من كل اللي واقفين. الدب بيقول انا جد في كلامي مش بهزر، لازم تعملوا كل اللي تقدروا عليه في اكتشاف مين هو القاتل وبعدها نتقابل في جلسه المحاكمه. وبيمشي الدب. توجاني بيقول معنى كده ان اينو شيما مش هي القاتله. وبيتفقوا كلهم انهم لازم يروحوا يحققوا في مقتل زينو علشان ما يموتوش. ياسو بيقول لهم بصوا انا لقيت ايه في ملفات الدب مونو. فبصوا كلهم في تليفوناتهم لقوا تقرير مكتوب عن وفاه زينو. مكتوب في التقرير ان الضحيه ماتت في اوضه نايكي. فكلهم بصوا على نايكي وبيقول له يا ده انت لازم تفسر لنا حالا ايه ده. فبيتخض نايكي لانهم فهموا ان هو اللي قتلها وقال لهم مش انا اللي قتلتها انا هفهمكم ايه اللي حصل. احنا بدلنا عوضنا امبارح لانها كانت خايفه. فايون بيقول انا حاسك بتكذب. نايكي بيقول لهم انتوا شاكين فيا. فبيردوا كلهم بايوه وانه لازم يديهم دليل ان مش هو القاتل. وبيمشوا كلهم علشان يحققوا في موت زينو. وبيقول نايكي لنفسه انا ما قتلتهاش انا لازم اثبت براءتي. وبيروح نايكي كمان علشان يحقق في موتها وبيفتح تليفونها وبيقرا في ملفاتها ان هي اتقتلت الساعه 1:30 بالليل في حمام اوضه نايكي وانها اتطعنت بسكينه. بيروح نايكي للاوضه وبيبص فيها لقى السيف مرمي على الارض وعليه علامات. وبعدها بيروح على مكان وجود القمامه ولقى فيه بقايا القميص محروق ولقى كسر الكرة ازاز. ولما بيروح في الاخر بيبص على الجثه لقى فيه رساله مكتوبه بالدم على الحيطه وهي 11037. اما كوجي بقى فاكتشفت ان باب اوضه نايكي ملزوق عليه لوحه زينو. فقالت لنفسها ازاي ده مش المفروض دي اوضه نايكي. وبيشوف نايكي اسطوانه زينو اللي اداها لها الدب مونو. ولما بيشغلها بيلاقي فيديو لزينو وفرقتها بيغنوا في حفله وبعدها فرقتها كلها ماتت. فنايكي اتخض وقال لنفسه ليه الدب قتلهم، دي مجرد فرقه موسيقيه ما عملتش حاجه. وبينده عليهم الدب مونو في المايك وبيقول لهم
لهم يلا جلسه المحاكمه بدات، كله يجي على الاوضه بسرعه. بيروحوا كلهم هناك ونايكي كان اخر واحد بيوصل، ولما بيسالوه عن سبب تاخيره ما بيردش عليهم. اوكاوا بتقول اكيد خايف لنكتشف ان هو القاتل. فيوم بيقول كلنا عارفين ان هو اللي عملها، وبتتفتح بوابه وبيدخلوا كلهم ليه علشان يروحوا قاعه المحكمه. بيزعل نايكي جدا وبيقول لنفسه ان الكل بيشك فيه ان هو القاتل مع انه بريء. وبكده ما فاضلش غير 13 طالب بس في المدرسه. واول ما وصلوا قاعه المحكمه شافوا مونو قاعد مستنيهم وبيقول لهم يلا نبدا المحاكمه. فنايكي بيقول هل القاتل فعلا موجود معانا دلوقتي؟ فالدب بيقول له ايوه موجود دلوقتي معانا. وبدات مناقشه المحاكمه. فكوجي بيقول له نتناقش الاول في سلاح الجريمه. فايشي بيقول كان في سكينه في بطن زينو وغالبا هي دي سلاح الجريمه. فادا بيقول له نبيه قوي ما شاء الله عليك، ما كلنا عارفين ده. فنايكي بيقول لهم لا دي معلومه مهمه جدا لان ده معناه ان القاتل راح المطبخ واخد السكينه. فسهينا بيقول يعني ده معناه ان القاتل هو الشخص اللي دخل المطبخ. فيوم بيقول فايدته ايه الكلام ده؟ ما احنا كده عارفين ان نايكي هو القاتل. فسهينا بتقول له نايكي ما دخلش المطبخ علشان يجيب السكينه، كنت انا وصفوره في المطبخ طول الليل. بتقطعها اوكاوا وبتقول لها معنى كده ان ممكن تكون انت وصفوره متفقين مع بعض علشان تنفذوا خطتكم سوا وتخرجوا مع بعض. فالدب بيقول القاتل بس هو اللي هيخرج من هنا واي حد هيساعده مش هيخرج معاه. ليستي بتقول يبقى انتم كده مش هتستفيدوا حاجه لو داريتهم على القاتل. فاوكاوا بتقول لاساهينا مين بقى اللي خد السكينه من المطبخ وانتوا كنتوا قاعدين؟ فصفوره بتقول له مفيش غير شخص واحد بس هو اللي دخل المطبخ وهي زينو نفسها. وبيفتكر البنات لما كانوا قاعدين بالليل بيشربوا شاي وزينو دخلت قالت لهم ان هي عطشانه، وبعد ما شربت مشيت ولو سكينه اختفت من مكانها. فنايكي بيقول يمكن تكون خدتها علشان تدافع عن نفسها. فتوجاني بيقول مش مهم خدتها ليه، المهم ان القاتل خد السكينه منها وقتلها بيها. وبعدها قال لي نايكي انت لسه مشكوك فيك برضه على فكره. فمادا بيقول له نايكي انت عمال تحاول تبعد الشبهات عنك علشان تطلع نفسك بريء. بيتضايق نايكي من كلامهم، بيقول لنفسه هم ليه مش مصدقين انا ما قتلتهاش. فكوجي بيقول له على فكره مش نايكي هو اللي قتل زينو وفي ادله تثبت ان نايكي بريء من تهمه القتل. فبيسالوه عن الدليل اللي بتتكلم عنه. فقالت لهم لو انتم فاكرين منظر باب الحمام كان باين ان القاتل لها صعوبه في فتح الباب، والدليل ان المقبض كان مكسور. اوكاوا بتقول عادي يمكن نايكي كسره وهو بيحاول يفتحه. فكوجي بيقول هو ده السبب اللي بره نايكي. فايادا بيقول ليه يعني احنا مش فاهمين حاجه، الطبيعي ان اي حد هيلاقي الباب مقفول هيروح يكسره. فنايكي بيقول له ثانيه واحده انتوا عارفين ان الحمام في اوض البنات هو بس اللي ممكن يتقفل لكن في اوض الولاد ما بيتقفلش. وبيبص نايكي لمونو وبيقول له مش الكلام ده صحيح. الدب بيقول له ايوه مظبوط. فليستي بتقول له طب ليه كان باب الحمام بتاعك مقفول؟ فنايكي بيقول لها لان مقبض الحمام عندي ما بيفتحش غير بطريقه معينه، فالقاتل فكر ان الباب مقفول فكسره. فكوجي بيقول علشان كده زي ما قلت لكم لو نايكي هو القاتل كان هيفتحه بالطريقه اللي هو عارفها من غير ما يكسر المقبض. في اللحظه دي كلهم حسوا ان كلهم ظالمين نايكي وانه فعلا بريء من التهمه دي زي ما بيقولوا وان كلام كوجي منطقي. فليستي بتقول طب لو افترضنا ان القاتل حد غير نايكي ليه هيفك مقبض الباب مع انه عارف ان دي اوضه ولد؟ فكوجي بيقول لانه فكر ان دي اوضه بنت بسبب وجود زينو فيها. فسهينا بتقول انا عايز اعرف ازاي القاتل دخل اوضه نايكي اساسا. فمادا بيقول ممكن يكون القاتل ضحك عليها وقال لها ان جاي يزورها. فنايكي بيقول مستحيل الكلام ده لان زينو كانت خايفه جدا ومن كتر خوفها وعدتني انها مش هتفتح الباب لحد حتى لو كنت انا اللي بخبط عليها. فيوكو بيقول مش يمكن تكون كانت بتضحك علينا وهي اساسا مش خايفه ولا حاجه. بيتصدم نايكي وبيقول لها مستحيل. فبترد كوجي وبتقول له انا عارفه انك مستحيل توافق على فكره انها خدعتك، وبتوريه يوكو ورقه قالت له الورقه دي انا لقيتها في اوضتك ومكتوب فيها انا عايز اكلمك على انفراد تعالى بسرعه على اوضتي. وبتسال يوكو نايكي انت اللي كتبت الكلام ده؟ فرد نايكي وقال لها لا مش انا. فيوكو بتقول له طبعا مش انت لانها ممضيه في اخر الورقه باسم زينو. بيتصدم نايكي وبيسالها طب ويا ليه تكتب حاجه زي دي؟ فيوكو بتقول له علشان تخلي حد من الطلبه يروح لها على اوضتك. فليستي بتقول له طب طالما هي قالت له تعالى على اوضتي ليه القاتل راح على اوضه نايكي ما راحش على اوضه زينو؟ فيوكو بيقول لها ان في حد غير لوحات الصور اللي على الاوض وحط صوره زينو على اوضه نايكي والعكس. توجاني بيقول عشان كده القاتل راح على اوضه نايكي مش اوضه زينو. فيوكو بيقول له بالظبط لكن السؤال هنا مين اللي بدل لوحات الاسماء؟ ولما بيسالوا نايكي بيرد وهو حزين من اللي بيسمعه وبيقول مش انا اللي بدلت اللوح لكن في شخص وحيد هو اللي يقدر يعمل كده وهو الشخص الوحيد اللي يعرف اننا غيرنا الاوض وهي زينو بنفسها. اساهينا بتقول طب وهي ليه هتعمل كده؟ توجاني بيقول غالبا لان هي اللي كانت بتخطط للجريمه وكان في دماغها انها بعد ما تقتل الشخص اللي هيروح لها كانت هترجع لوحات الاسامي تاني مكانها علشان نايكي يكون هو الشخص المشتبه فيه. فنايكي بيتصدم من الكلام اللي بيسمعه وبيصرخ وبيقول مستحيل زينو تعمل كده. لكن توجاني بيقطع كلامها وبيقول له وايه اللي ما يخليهاش تعمل كده؟ ما هي عايزه تخرج باي طريقه وكل الادله بتقول ان هي اللي كانت عايزه تقتل الشخص اللي بعتت له يروح لها ولكن خطتها فشلت لان الشخص اللي راح لها قدر يقاومها ويبطل خطتها. فياسو بيقول طب وايه العلامات اللي شفناها على السيف دي؟ فليستي بتقول الشخص التاني كان بيدافع عن نفسه بالسيف وده اللي عمل عليه علامات. فتوجاني بيقول لو كانت خطه زينو نجحت كنت هتلاقوها واقفه هنا معانا تدعي البراءه ونايكي كان هيكون هو الشخص المشتبه فيه برضه. بيبص نايكي بحزن في الارض بيقول انا كنت بثق فيها ليه تعمل كده فيا؟ فليستي بتقول كانت عايزه تخرج من هنا باي طريقه. فتوجاني بيضحك وبيقول بس للاسف خطتها اتقلبت عليها وهي اللي اتقتلت. يوكو بيقول علشان كده لازم نعرف دلوقتي مين هو القاتل. بيقعد نايكي يفكر جامد في اي خط يوصله للقاتل لحد ما يوم بيقول لهم هنعرف منين القاتل واحنا ما عندناش اي دليل عليه. نايكي بيقول الكلام ده مش مظبوط احنا لسه عندنا دليل. فيوم بيقول له ايه هو الدليل ده؟ فنايكي بيقول له رساله الموت اللي سابتها زينو وهي 11037. فادم يبص على
كوجي وبيقول لها مش انت مبرمجه، يعني المفروض ان الارقام دي لعبتك. فكوجي بتقول له انا حاولت بكل الطرق ان افك شفره الارقام دي لكن ما عرفتش. فنايكي قاعد يفكر في السيناريو اللي حصل، وهو ان زينو طلعت تجري على الحمام، وبعد كده القاتل دخل عليها الحمام وهو معاه السكينه وقتلها. وبيقول نايكي بصوت عالي انا فهمت ايه الارقام دي. بيتفاجئ الكل وبيسالوا نايكي عن قصده. بيقول لهم ان الارقام دي عباره عن اسم القاتل، ولو قلبوا الارقام هيلاقوا انها بتشير لحروف ليون وهو اسم ايون. بيتخض ايون من الكلام وتوتر وقعد يزعق وبيقول الكلام ده تخيلات مش حقيقي، انا ما قتلتش حد. فيوكو بيقول غالبا زينو كتبت الرساله وهي نايمه على ظهرها وعلشان كده اتكتبت بالعكس. نايكي بيقول علشان كده لما شفناها قريناها بالمقلوب. فايون اتوتر اكتر وقعد يقول لهم مش انا اللي قتلتها صدقوني. فيوكو بيقول له لما كنتش انت القاتل ليه حاولت تخفي الدليل؟ فايون اتصدم ونايكي قال لها ايوه صح، القميص المحروق، ازازه الكره الكريستال المكسور ومرمي في الزباله. فياسو بتقول لهم استنوا بس يا جماعه، الكره الكريستاليه بتاعتي ضايعه ومش لاقياها. فنايكي بيقول لهم اهدوا وانا هفهمكم اللي حصل. المجرم بعد ما قتل زينو كان عايز يتخلص من الادله، لكن الفرن كان مقفول بالحديد ساعتها، عشان كده هو استخدم كره ياسو علشان يشغل الفرن، وده لانه محترف جدا في رمي الكرات، لانه في الاصل لاعب بيسبول. وبعدها رمى هدومه المتعصى دم في الفرن علشان تتحرق ومشي، لكنه ما خدش باله ان في جزء من القميص الابيض اتقطع ووقع على الارض علشان يكون دليل ضده. وبعدها بص نايكي لايون وقال له مش صح كده يا قاتل. بيتعصب ايون على الاخر وبتقول له يوكو ايوه ده حصل، ولو معترض قول، لو معاك دليل براءتك قول. لكن ايون بيتعصب وبيقعد يزعق جامد وبيقول مش انا اللي عملت كده. فنايكي بيقول له الادله كلها ضدك لانك انت اكتر واحد محترف في البيسبول وانت الوحيد اللي تقدر ترمي الكره الكريستاليه. فبيتعصب ايون وبيقول له كل دي تخيلات، كل ده مش حقيقي، مفيش اي دليل واضح يثبت كلامكم ده. نايكي بيقول له مين قال لك كده؟ انا معايا دليل يثبت انك القاتل. مقبض حمام اوضتي كان مفكوك وده معناه ان القاتل استخدم مفك علشان يفك المقبض. فايون بيقول له ده ملوش علاقه بموضوعنا. فنايكي بيقول له لو كلامي صح يبقى مفك القاتل هيبان انه مفك مستعمل، ورينا المفك بتاعك وبرر نفسك. فبيتصدم ايون وبيتصدم اكتر واكتر لما بتقول له يوكو يا ريت ما تقولناش انك ضيعته. في اللحظه دي بيكشف ايون على حقيقته وما قدرش يرد. الدب بيقول له انا حاسس ان جلسه المحاكمه كده خلصت ويلا يا جماعه كله يصوت دلوقتي على القاتل. وفعلا بيصوتوا كلهم على ايون وبيطلع فعلا هو القاتل. في اللحظه دي بيعترف ايون وبيقول لهم وهو بيعيط ومصدوم انا ما كانش قدامي حل تاني غير كده، هي اللي كانت هتقتلني في الاول وانا دافعت عن نفسي، اي حد منكم لو كان مكاني كان هيعمل نفس اللي انا عملته. فالدب بيقول بما انكم عرفتم القاتل فلازم دلوقتي تختاروا العقاب المناسب ليه. فايون بيقول لهم انا ما عملتش كده بمزاجي، انا كنت مجبر على قتلها علشان احمي نفسي. وبيطلع يجري علشان يهرب من العقاب، لكن الدب ضحك ضحكه شريره وقال له ده انا محضر لك عقاب عنب علشانك. وبيربطوا الدب في العمود وحدفوا عليه مليون كره، وحدف عليه مليون كره بيسبول بجهاز القص دشدش عظمه. وبيتنطط الدب من الفرحه وباقي الطلبه كلهم كانوا مرعوبين من اللي بيحصل. الدب بيقول لو مش عايزين تتعاقبوا يبقى تنسوا فكره الخروج من هنا تماما وتفضلوا عايشين هنا للابد. بعدها بص الدب لنايكي وقال له ايه رايك في خيانه زينو؟ وبيروح نايكي على اوضته وبينام على سريره وهو زعلان وحزين لان زينو غدرت بيه. بتخبط يوكو على باب اوضته وبيفتح لها وبتتكلم معاه وبتقول له انا عارفه ان زينو كانت عايزه ترمي التهمه عليك، لكن تفتكر ايه اللي فكرت فيه قبل ما تموت؟ فنايكي بيقول لها وانا اعرف منين؟ فيوكو بتقول له حاول تتخيل، انا اعتقد انها كانت بتفكر ازاي تنقذك لانك لو ما كنتش فارق معاها ما كانتش كتبت اسم ايون على الجدار قبل ما تموت. فنايكي بيقول بحزن ما يمكن عملت كده علشان تنتقم من ايون وخلاص. فيوكو بتقول له انا عن نفسي شايفه انه العكس، انا حاسه انها كانت متردده في غدرك وترددها ده هو كان سبب موتها. فنايكي بيقول لها انت ليه بتقولي كده؟ فيوكو بتقول له علشان تقدر تتجاوز المحنه اللي انت فيها دلوقتي. فنايكي بيقول لها ما اقدرش انسى موت اصحابي وهفضل دايما فاكرهم طول عمري ومش هنساهم ابدا. وبكده بيفضل 12 طالب في المدرسه. بيعيش نايكي وهو حزين جدا على موت زينو وبيكون طول الوقت شايف ان السبب في كل ده هو الدب مونو. وبنشوف مونو اللي بيقول لهم انه اتفتح لهم مكان جديد يكتشفوه، ومع كل جلسه محاكمه هينفادوا منها هيفتح لهم دور جديد في المدرسه علشان يكتشفوه. وفعلا بيفتح لهم الدور الثاني في المدرسه وبيطلعوا كلهم علشان يكتشفوا الدور الجديد. وكل الطلبه بيقعدوا يدوروا على اي خط يخرجهم من المدرسه لحد ما بيلاقي نايكي ظرف من المدير، ولما بيفتحها بيلاقي جواه رساله مكتوب فيها ان مدرسه قمه الامل اتقفلت وان لما تتحل كل المشاكل هيفتحوها تاني. فيوكو بيقول معنى كده ان المكان ده مكان مدرسه حقيقيه في يوم من الايام. فتوجاني بيقول يبقى الدب مونو هو اللي سيطر على المدرسه دي وبدا ينفذ فيها خطته المجنونه اللي بيجبرنا عليها. وبيشاور توجاني على مجموعه روايات موجوده في المكان وقال لهم ان هو قرأ الروايات دي وشايف انها ممكن تساعدهم في لعبتهم اللي هو مبسوط بيها جدا. فبيتخانق معاه ايادا وبيقول له اللي احنا فيه ده بالنسبه لك لعبه. توجاني بيقول له انا ماليش دعوه، هي بالنسبه لك ايه لكن بالنسبه لي لعبه. فليستي بتقول لهم بطلوا خناق، احنا كلنا بنتنافس علشان نعرف مين اكتر واحد شرير. خدوا بالكم كويس لان كلنا ممكن نغلط في معرفه القاتل وساعتها كلنا هنخسر اللعبه. توجاني بيقول لهم بالظبط كده، وعشان كده انا بتحداكم كلكم انكم تعملوا كل اللي تقدروا عليه عشان ما ازهقش منكم. كوجي بتقول لهم احنا كلنا يا جماعه في نفس الصف ولازم نساعد بعض، ما ينفعش نقتل بعض. توجاني بيقول احنا هنا مش اصحاب، والدليل على كده ان احنا كلنا صوتنا على ايون. اسعينا بتقول كان لازم نعمل كده يا توجاني، لو ما كناش اخترناه كنا احنا اللي هنتقتل. نايكي بيقول خلاص كفايه يا جماعه بطلوا خناق بقى، المجرم الحقيقي هو العقل المدبر هنا وقصده على الدب. توجاني بيقول زي ما قلت وهقول
التاني احنا هنا مش اصحاب، احنا اعداء. تعصب اياد عليه وبيقول له شكلك عايز تتضرب النهارده، فتوجاني بيقول له انا مش هضيع وقتي هنا وبيسيبهم وبيمشي. فبتصرخ اوكاوا وبتنهار في العياط وبتقول لهم انا مش واثقه في اي حد منكم، انتوا ممكن تقتلوني في اي لحظه، وبتطلع تجري بعيد عنهم ومحدش بيكون عارف ايه سبب تصرفات اوكاوا الغريبه دي. اما اساهينا فبتقول للبنات شافوره وليستي وكوجي تعالوا نروح اوضه البنات، وبيروحوا هما الاربعه للاوضه، ولما بتحاول اساهينا انها تفتح الباب بتلاقيه ما بيفتحش. فالدب مونو بيظهر وبيقول لهم علشان تدخلوا اوضه تغيير الهدوم لازم تستخدموا الدفتر الالكتروني بتاعكم علشان هتفتحوا الباب وعشان نحافظ على سلامتكم، فمش مسموح للولاد انهم يدخلوا الاوض بتاعتكم، والعكس كمان مش مسموح ليكم انكم تدخلوا اوض تغيير الهدوم بتاعه الولاد. فاساهينا بتقول له طب افرض حد دخل الاوض من غير ما نعرف والباب مفتوح. بيقول لها الدب ان ده لو حصل فالرشاش اللي موجود فوق الباب هيصوب وهيقتل الشخص اللي هيعمل كده. في المكتبه بنشوف توجاني قاعد يقرا كتاب وبيدخل نايكي يقعد معاه. بيلاحظ توجاني ان اوكاوا واقفه تراقبه من بعيد، فبيقول لها توجاني ريحتك ماليه المكان روحي خدي شاور، فبتسيبه اوكاوا وبتمشي. بيروح نايكي وراها علشان يطيب خاطرها بكلمتين بسبب كلام توجاني الصعب، لكنه بيتفاجئ ان اوكاوا مش زعلانه وانها شايفه ان توجاني مهتم بمصلحتها. بيتفاجئ نايكي من شخصيه اوكاوا الغريبه وبيروح نايكي على المطعم، فبيشوف ايادا وايشي بيتخانقوا على مين هو الشخص الاقوى فيهم، ولما بيشوفوا نايكي بيطلبوا منه انه يكون الحكم بينهم، وبيدخلوا هما الاثنين الساونا علشان يشوفوا مين فيهم الاقوى اللي هيقدر يستحمل الحراره. ولما بيعدي وقت بيقول لهم نايكي ان فات اكتر من نص ساعه وهم جوه الساونا وان الجو ليل وهو عايز يروح ينام، علشان كده بيقول لهم اعتبروا ان انتوا الاثنين متعادلين، لكن الاثنين بيقولوا له احنا مش هنستسلم وان لو عايز يمشي يسيبهم ويروح اوضته. وفعلا نايكي بيزهق منهم وبيقول لهم انا رايح على اوضتي. وفي اليوم التالي بيتفاجئ نايكي لما بيشوف الاثنين واقفين مع بعض وقاعدين يضحكوا ويهزروا وبقوا السمنه على عسل. فبيسالهم نايكي مين اللي كسب امبارح، بيرد عليه وبيقولوا له مش مهم، المهم ان احنا اصحاب دلوقتي ونسينا كل الخلافات. واثناء حواراتهم بيظهر لهم الدب مونو في الشاشه وبيقول لهم كله يجي على الملعب حالا. ولما بيتجمعوا في الملعب بيظهر الدب مونو وبيقول لهم انا بدات ازهق، لحد دلوقتي مفيش حد اتقتل، وعلشان كده انا هخلي حد منكم يقتل واحد تاني دلوقتي. وبيطلع لهم ورق فيه اسرارهم المحرجه ووزعها عليهم، وكل واحد خد ورقته وكلهم اتكسفوا لما قرأوا الورق، حتى نايكي اللي كان مكتوب في ورقته انه كان بيعمل بيبي على السرير لحد ما كان في سنه 5 ابتدائي. بيتكلم الدب وبيقول لهم قدامكم 24 ساعه بس، لو محدش اتقتل هكشف عن كل اسراركم المحرجه قدام الكل. بيروح نايكي على اوضته بينام على سريره وهو مشغول البال وبيفكر وبيقول لنفسه مستحيل حد يقتل علشان خايف ان سره يتكشف. وفي اليوم التالي بيصحيهم مونو في المايك وبيقول لهم يتاكدوا ان مفيش حد منهم اتقتل. فبيروح نايكي للمطعم وبيسال زمايله اللي موجودين عن اللي بيحصل، فبتقول له اساهينا ان مستحيل حد يفكر يقتل على